تعرف ان البيانات مش اهم حاجه بالنسبه للشركات زي ما انت فاكر. الكل بيقول ان البيانات هي البترول الجديد، بس الحقيقه اللي اغلب الناس مش عارفينها ان البترول لو ما اتكررش بيتحول لطين من غير اي قيمه. البيانات زي البترول بالظبط. ممكن شركه يبقى عندها ملايين الريكوردز من البيانات وتفلس، وشركه ثانيه عندها بيانات اقل بكتير وتسبق السوق كله. لان السر مش في حجم الداتا، السر في سرعه اتخاذ القرارات المبنيه عليها. امازون بتعمل اكتر من 200 مليون قرار تسعيري يوميا بناء على بيانات لحظيه وكله اوتوميتد مش يدوي. وكمان اوبر بتقدر تغير خط السير لسواقينها في اقل من ثانيه لو حصل اي زحمه في شارع معين. والقواب اللي عنده سيستم يقدر يحلل الداتا ويوظفها بطريقه صح في اسرع وقت. وهنا بقى بيجي دور الداتا ساينس، علم بيساعدك تنظف البيانات وتحللها وتحولها من مجرد ارقام لاداه حقيقيه تقود بيها قرار. وكمان بتقدر تبني ماشين ليرنينج موديلز تتصرف وتاخد قرار بشكل تلقائي في ثواني ومن غير اي تدخل منك نهائيا بناء على الداتا اللي معاك. وده معناه انك بتقدر تاخد قرار اسرع من اي منافس ليك، وبالتالي بتكسب اكتر وتقلل الخسائر بشكل عمرك ما تتخيله. ودي كانت اهميه الداتا ساينس. لو حابب تبدا تتعلم المجال ده من الصفر ولحد ما تكون مؤهل تشتغل على اول مشروع ليك، يبقى كورس داتا ساينس اند ماشين ليرنينج معمول عشانك. اضغط على اشتراك تحت الفيديو وهتلاقي كل التفاصيل اللي محتاجها على موقعنا.